لقاء الأصيل. لقاء الأصيل مجلة يومية على موجات إذاعة تونس الثقافية. مساء الخير، مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا في موعد جديد من لقاء الأصيل. لقاءنا ينطلق الآن ويأمنه لكم في الهندسة التقنية سي محمد التركي، في التنسيق العام للبرنامج الزميل سيف الدين الكافي، ومن أمام الميكروفون سميح قزالة. بيعدي بين شعرك حبيبتي بسمعه بيقول وعطورك الهدية اللي دايبة فيك كل ما تلمسك بتقول لما النسيم بيعدي بين شعرك حبيبتي بسمعه وعطورك الهدية اللي دايبة فيك كل ما تلمسك بتقول عايزاني ليه لما تقوليلي بعشقك ما صرخش واملى الكون كل ما ضيها يلمس حجر يعلى ويتحول قمر بكتب حروف اسمك بحبات الندى على كل أوراق الشجر يا نجمة كل ما ضيها يلمس حجر يعلى ويتحول قمر بكتب حروف اسمك بحبات الندى على كل أوراق الشجر مين اللي يقدر يعشقك قدي أنا مين اللي يقدر يوصفك زي أنا مين اللي
عايزاني احس اني بشر، عايزاني ليه لما تقوليلي بعشقك ما تصرخش واملى الكون ديما نخدم. اهلا وسهلا بكم مستمعينا من جديد، مرحبا بكم على موجات اذاعه تونس الثقافيه. نذكركم برقم هاتفنا لكل من يريد التفاعل معنا وتقديم استفسار او ملاحظات. الرقم هو 71 344 ألف 71 344 ألف. ايضا يمكنكم التواصل معنا عبر بوابه الاذاعه التونسيه عبر موقعنا www.radiotunisian.tn، ومن خلاله يمكنكم الدخول الى موقع اذاعه تونس الثقافيه. أيضا صفحتنا على الفيسبوك باللغة العربية إذاعة تونس الثقافية. اليوم في لقاء الأصيل نستضيف لكم مبدعة تونسية، كاتبة وروائية وشاعرة، وتنظم أيضا عديد التظاهرات الثقافية، وش نتحدثوا معها على تظاهرة ثقافية هامة الحقيقة، ما هيش أول دورة لها، اللي هي الدورة الثالثة هذه التظاهرة، وش نتعرفوا عليها بأكثر تفاصيل مع الكاتبة فتحية الهاشمي. مرحبا بكم، مساء الخير. مساء النور ومرحبا بك سماح، ومرحبا بكل المستمعين في تونس وفي العالم العربي. تحية لهم المستمعين الكل، وأيضا كما قلت في العالم العربي، لأنه التظاهرة هذه خلينا نبدأ يعني من النقطة هذه تحديدا، هي عربية 100%، واخترتم أنتم من أول دورة لها أنها تكون عندها طابع مغاربي عربي. بالطبيعة احنا نحب نتجاوزوا الحدود الجغرافية والتاريخية ونحلوا الحدود الثقافية، لأنها الإنسان العربي من غير ثقافة ومن غير فتحان الحدود الثقافية ومن غير التزاوج الثقافي ما نتخيلش أن باش نوصلوا إلى حاجة معناتها كبيرة. لذلك ديما نقول احنا عملنا ثورة الأيدي، لكن ثورة العقل إلى حد الآن ما زلت ما بدأتش، أو هي قاعدة تحبو بشوي بشوي. قافلة المحبة هي فكرة مجنونة. أول ما كانت الفكرة كانت بيني وبين الشاعر ورسام المبدع محمد منير من المغرب. نعم، هو باش يكون معنا بعد قليل إن شاء الله عبر الهاتف من المغرب، نوجه له تحية. نعم، قلنا علاش من هما قعدوا ساعة عايشين معنا، المغاربة بالذات. المغاربة عاشوا معنا الثورة بكل جزئياتها وبكل حيثياتها الكل، ويسألوا في أنا جات في بالي الفكرة، قلت لهم علاش ما تشوفوش تونس الثورة على أرض الواقع، يعني وإحنا مش بعاد برشا، بأقل التكاليف نجموا تكونوا متواجدين. وفعلا كانت القافلة الأولى 2011 تقريبا، يعني 3 أشهر بعد الثورة، حتى أنهم
عاشوا في بحر، يعني كانت مظاهرات، وقلت لهم انتم توا تشوفوا في الحدث معناتها لايف أو قدامكم تشوفوا شنية هي تونس الثورة. من بعد فكرت أنها تكون سنة حميدة القافلة، وإن شاء الله يا ربي حتى بعد ما نرحلوا نحن، لأنه كل إنسان معناتها إلى احنا نمهدوا الطريق كما مهدوا لنا ناس آخرين الطريق، إن شاء الله ياخذوا اللي بعد ياخذوا المشعل، وهالقافلة هذه تقعد سنة حميدة معناتها في تونس. ونخمم أنها اقتراح أنه كل عام يستضيفها معناتها بلد من الوطن العربي، وعلاش لا من العالم معناتها. نعم. لأنه احنا نفتحوا الأبواب على الإنسانية. نعم. قبل أي عرقية أو أي ثقافات احنا نفتحوا أبواب المحبة على الإنسان. ونحن نحاولوا باش نخلقوا الإنسان اللي هو يرتقي إلى إنسانيته. نعم. فتحية، يعني قبل ما نوصلوا للقافلة قافلة المحبة 3 نتحدثوا على القافلة الأولى والثانية. صحيح أنتم الأولى حبيتوا أنهم يواكبوا معنا الأجواء الثورة، لكن أكيد أنه هناك موضوع معين أو الأنشطة اللي كانت في القافلة الأولى، ونتعرفوا كذلك على الأنشطة اللي كانت في القافلة الثانية. بالطبيعة كل قافلة عندها المحور متاعها يعني اللي تدور حوله. القافلة الأولى كانت عنوانها الزجل، ذاكرة الشعب. نعم. لأنه كما نتذكروا احنا بنغذاهم ونتذكروا الدغباج ونتذكروا الأغاني والملاحم تقريبا جاتنا باللهجة التونسية. لذلك أنا حبيت نشوف الثورة باللسان المغربي والجزائري والتونسي والسعودي والعربي بصفة عامة. كان هذا العنوان الأولاني، وجاءوا برشا خصوصا من المغرب. كان العديد من الزجلين لأنه المغرب مشهور بالزجل، والزجل عنده مكانة خاصة جدا في المغرب. نعم. احنا ان شاء الله بعد شوية نسمع نغم مغربي كذلك ان شاء الله. كانوا كل بلاصة يدخلوا لها بالفعل يعني أشاعوا الفرحة، وكانوا كل مكان يدخلوا له يعملوا العيطة المغربية متاعهم ويعملوا الغناء. وتقريبا الحاجة اللي يتميزوا بها على بقية العرب، لأني أنا شفت المبدعين أنهم أصواتهم الكل ينجموا جميلة، وأي إنسان قدامك ينجم يغني لك وينجم يرقص لك. معناها هذه الميزة. مثلا في تونس لا، أنا واحدة من الناس كان غني يهربوا الكل. القافلة الثانية حاولنا نطوروا شوي الفكرة أكثر معناتها، وحطيناها ثورة وبعد. يعني صارت الثورة، شنو المرحلة اللي بعد الثورة أو اللي هي في خضم الثورة؟ طبعا ثقافيا دائما. ثقافيا طبعا نحكيه دائما ثقافيا معناتها. وكذلك عاشوا فترات وراهم يتذكروهم الكل أن كنا كل مكان ندخلوا له يا إما نلقاو فيه اعتصام يا إما نخرجوا ويجي بعدنا اعتصام. يعني كانت أحداث سخونة برشا، أنه حتى أنه في ليت لي باش ندخل القفصة معناتها كلموني من وزارة الثقافة وقالوا لي ما تدخلش القفصة لأنه عشيتها معناتها وقع الاستيلاء على حافلة والكل. لكن والحمد لله الإنسان حلوة المغامرة هذه يعني في هالأوضاع الكل وانتم متحدين الوضع الكل وقافلة يعني تحدينا ليه. والأكثر تحدي أني اللي تقود القافلة امرأة بين ظفرين، لأنه إلى اليوم على ما يبدو إلى حد الساعة أنا ما زلت نعاني من هالمسألة هذه، أنه نظرة المسؤول الثقافي أو المسؤول التونسي للمرأة أنها دائما كما نقولوا احنا هشة وما تنجمش تتحمل المسؤولية، وربما يجازفوا بأموالهم وبالحفلة وبالمدعوين. لكن الحمد لله عملناه، يعني كان السائق هو شاهد عيان، وكيف روح قال لهم معناتها كنت نتخيل أنها هي مرأة وفي الظروف هذيك وفي الليل نصف الليل ونص بالضبط نسمعوا أن ما ندخلوش وإحنا في ثنية معناتها. قال كنت نتخيل باش تنهار وباش تبدا تبكي ومش، لكن صدقني الحيثيات هذه قلتها تو ما الوحيدين اللي كانوا يعلموها انا والسائق وصديقتي زكية الجريدي.
كانت تشوف في تغيرات وجهي وانا نقول لها يا زكيه فما كذا وكذا، فما اعتصام في الطريق الفلاني، هاي ندخلوا على الطريق الفلاني، هاي نخرجوا. يعني كانت كاينه عمليه مطارده او فيلم. الانشطه اللي في القافله هذه وفيها الظروف هذه، يعني انتم كان انشطه مباشره مع يعني مع الناس، مع انكم تقوموا بمثلا امسيات شعريه، امسيات موسيقيه فنيه؟ هي كانت فيها مداخلات، كانت فيها أمسيات، كان موسيقية، كان عمناول كان معنا في سبيتلا فرقة البحث الموسيقي، كانت فرق من الجهة، لأن نحن أول حاجة نسعى أن نشاركوا أبناء الجهة في النشاط، لأنه احنا مش نمشيوا لهم باش احنا نزيدوا نأثروا لهم بنشاطنا نحن، لا، احنا نحبوا نشيعوا الفرحة ونعملوا حراك اقتصادي. اي نعم اقتصادي، لان واحنا في الطريق كنا نقفوا بجنبك الاكشاك الصغيره، وكنا نشريوا من عندهم، وكنا نتحدثوا معاهم ونشجعوهم ونحسوهم ان نحن معناتها ما زلنا معاهم، ما هماش منسيين، احنا وصلنا تقريبا للطريق البرمة. والمهم في هذا يمكن فتحية زيادة انه ربما النظرة اللي كانت للمثقف وقتها، انه المثقف ما قادش الثورة، ما كانش في الصفوف الامامية في الثورة، انه المثقف يعني دوره ربما كان ثانوي، يعني بالنسبة للبعض اللي يتهموا المثقف بهذا. انتم هل المغامرة هذه وهل قربكم من الناس من خلال القافلة هذه حبيتوا تثبتوا ان المثقف موجود؟ لا، المثقف موجود حتى قبل. انا واحدة من الناس في الفترة متاع الثورة تنجم تقول تخليت على المثقف فيا. أنا عشت كمواطنة تونسية، عشت كفرد من أفراد الشعب هذا، ودخلت الشارع ودخلت المظاهرات ودخلت الاعتصامات وناسية، لأنه ما تحركناش بفردية، نحن تحركنا مع المجموعة كاملة، وكانت الفترة حرجة. من بعد احنا مثلا في القافلة الأولى دخلنا بالضبط ل 17 عائلة شهيد، دخلنا لتالا، دخلنا للقصرين الحي الزهور، عشنا شهادات حية. وعلى فكرة يعني في ساحة الشهداء كانوا الإخوة ياخذوا في صور تذكارية، وهي موجودة على الفيسبوك صور، وكانوا بجنبي لأني أنا كنت في حالة هستيريا بالفعل، ما كنتش قادرة باش نشوف وجوه عند الشباب هذوكم والأسماء، ونتخيل كل يوم تهبط تشرب القهوة قدام معناتها الشاهدة متاع ولدها، حاجة صعيبة برشا وحاجة قاسية، وأنه النصب في وسط المدينة، يعني نتخيل كل ما تمر تشوف صورة. قالوا جايين معناتها بالضبط الكلمة، قالوا جايين معناتها يتصوروا، معناتها كأننا نحن فرجة جايين يتصوروا علينا معنا، وكانت باش تبدأ مناوشات. تلفت قلت له لا يا ولدي هذوكم، لأنه كان صغير هو، قلت له هذوكم ناس جايين يشاركوكم، فما انسان ياخذ صور وهو يبكي، قلت له انت تشوفيهم الكلهم يبكيوا، تشوفيهم الكلهم في حاله، لكن هذيك شهادات باش يهزوها البلدان وباش وهام جدا نوثقوا وبالفعل يعني. كتبت عليها الشرق الاوسط، كتبت عليها الصحف في المغرب، في الجزائر، في العراق، عملوا قافله موازيه للقافله التونسيه في العراق. دخلوا بها المدن العراقيه وكانوا يسميوها من تونس الى بغداد. جميل. يعني هذا اللي خرجنا به، والحمد لله. الحمد لله. احنا باش نواصل الحديث عن هذه القافله، نسمعوا نغم ونستقبلوا ضيوفنا اليوم في لقاء الأسيل. نستقبلوا السيده ايمان نعيجه، مرحبا بها، هي المنسقه في قريه الاطفال بيجا مرت السويس، تعرفوها الكل الاسويس، مرحبا بها ومرحبا بكل الاطفال، تحيه لهم من خلال لقاء الأسيل، ونقول لهم مرحبا بكم. وطبعا احنا نحبوا انهم يكونوا معنا واحنا نكونوا صوتهم على موجات إذاعة تونس الثقافية. بشتاق لك ساعات، أيوة بحتاج لك ساعات، وابقى عايزاك ليا وحدي
ساعات. أيوة بشتاق لك ساعات، أيوة بحتاج لك ساعات، أيوة بشتاق لك ساعات، أيوة بحتاج لك ساعات. أيوة بشتاق لك ساعات بصوت سميرة سعيد من المغرب. هذا الصوت المغربي المتميز. تحية لكم مستمعينا وتحية لضيفتي الحقيقة اليوم لقاء نسائي بامتياز. معايا مبكر معايا الكاتبة الروائية فتحية الهاشمي. مرحبا بك وبكل المستمعين. فتحية حبيت نقولوا أيضا مساء الخير لسيدة إيمان نعيجة وهي منسقة ومسؤولة عن العلاقات العامة في الجمعية التونسية لقرى الأطفال أسوس جمرت. عسلامة مرحبا بك. يعيشك وبكم أكثر. حبيت من خلالك تحية للجمعية هذه ولكل قرى الأطفال في تونس. يعيشك. احنا زادا نحب نشكروا يعني باسمي أنا وباسم الجمعية وباسم الأطفال الكل نحب نشكروا الإذاعة الثقافية اللي مكنتنا من الفرصة هذه باش نحكيوا على جمعيتنا. مرحبا بك سيدة إيمان. مرحبا بكم الكل. نواصل معك هو يعني نفس الموضوع ربما يبان هنا أدبي شعري فني لكن الكل ينجم يتربط ببعضه واحنا في حاجة لهذا في تونس. يعني لما نتحدثوا على الأطفال هما مستقبل هما الغد هما تونس الغد لابد أنه نحضروا لهم الأرضية حتى أنهم نتحدثوا على جيل يكون متوازن جيل نعملوا عليه في المستقبل. فتحية وأكيد أنه لما تضافر كل الجهود ما بين المثقفين ما بين هالجمعيات والمجتمع المدني نوصلوا إن شاء الله لواقع أفضل. بالطبيعة احنا كان ثم سؤال كبير يقول يا لندرا المبدع والمثقف ينزل للعامة أو العامة يصعدوا للمثقف.
أنا نقول هي عملية ثنائية، مرة يهبط مرة يطلعوا، معناتها ما فماش يلزم بالطريقة هذيك. كما نقولوا احنا الكورة تدور ما بين اليدين الاثنين. وبالطبيعة أنا من قبل تحدثت أنا ومدام بختة في الواحد، وكان من برنامجنا أن باش نخرج، وصارت هي العملية. الافتتاح صار مع المسنين، واستدعيت ضيف مسن وكان شاعر، وبالفعل كان شاعر حقيقي معناتها. واستمتعنا معاه بك اللقاء هذاك. وكان في برنامجنا كذلك أن ندخل القرية من القرى ونعملوا النشاط عندهم، ننقلوا لهم الفرحة، ننقلوا لهم كما قلت أنت. كما نقولوا احنا الطفل في تونس هو الأصل. إذا كان احنا ما نخدموش طفل الغد ومن على أرضية صحيحة، بالمستحيل باش نلقاو تونس واقفة على ساقيها، ولا باش نلقاو شعب متوازن. ولذلك أنا من هنا نوجه ساعة تحية للأمهات اللي تسهر على القرى هذه. بالفعل أنا نعتبرهم مناضلات، والأطفال هذوما لأنهم قاعدين كما تقول أنت ربما يصدرونا في المحبة اللي نحن توا قاعدين محتاجين لها برشا في تونس. نعم، نواصلوا مع المحبة، مع قافية المحبة. مش نتحدثوا احنا من بعد على الجمعية وعلى القرى الأطفال هذم وعلى النشاط الثقافي لهم، وخاصة مش نتحدثوا على المجلة الخاصة بقرى الأطفال في تونس. يعني جمعية الحقيقة هامة، نتحدثوا معها بعد قليل مع إيمان نعيجة. نواصلوا على قافلة المحبة 3. تحدثنا عن الأنشطة الخاصة بالقافلة الأولى والثانية. القافلة الثالثة أهم الضيوف، أهم الأنشطة اللي مش تكون موجودة، ومنين لوين يعني القافلة سنة؟ القافلة سنة إن شاء الله تكون 23 يوصلوا معناتها الضيوف إن شاء الله بالسلامة إن شاء الله. 24 الافتتاح في بير الأحجار، باش يكون فيه كلمات ترحيب بالطبيعة، ويكون فيه عرض موسيقي للفنانة التونسية زكية جريدي، وبمشاركة شرفية الفنان المغربي، باش نخليه مفاجأة هذه. لأنه بالفعل أنا من كثرة ما نسمع أغانيهم ربما صرت مهووسة أنت بهذه وليت مغربية تونسية. لا ما تنساش، لأني أنا أصلا مفرقة بين المدن. أنا جدي إدريس معناتها، أنا إدريسية من المغرب، وأصلي كان ترجع كل حنيت معناها. حنيت بالطبيعة. أنا كنت نمشي لهم يعيطوا لي الإدريسية معناتها. لكن أنا نؤمن بالوطن العربي الواحد، ونؤمن بالوطن الكل العالم كامل كواحد. بالنسبة لي أنا لا أعترف بالجغرافيا. قلنا 24 الافتتاح، عنا ضيف هم كلهم ضيوف رئيسيين. بالنسبة لي أنا بصدق ما نجمش نبجل واحد على واحد، أنا كان ليا نقريهم فرد لحظة يعني باش من لكن بالطبيعة احنا سنة معنا الأستاذ سعد يوسف، إذا كان سمحت له صحته لأنه هو عنده ظروف صحية، وهو إن شاء الله يكون معنا. معناتها هو قال أنه باش يحضر ووصلته معناتها الدعوة رسمية كل، لكن دائما نقولوا إن شاء الله يحضر. بالطبيعة باش يكون معاه الشاعر منصف الوهيبي، لأنهم هما أصدقاء، وأصر أنه يكون معاه الشاعر منصف الوهيبي. عنا 14 ضيف من المغرب شقيق، وعلى رأسهم منسق القافلة بالمغرب وصاحب الفكرة معايا الأساسية الشاعر المبدع الرسام محمد منير. عندنا ضيف من سوريا، عندنا ضيوف من العراق، عندنا من فلسطين، عندنا من مصر، عندنا من الجزائر، من موريتانيا، ومن سلطنة عمان. عندنا فنانة من سلطنة عمان كذلك، هي شابة وممكن تكون مفاجأة القافلة كذلك. هذه الفنانة فما إشكال صغير بركة أنهم الإخوة اللي في العراق ومصر وفي فلسطين صعب إلى يعني حد الآن ما تحصلوش إلى الحد الآن على التأشيرة. يعني هذا هو الإشكال الوحيد، التأشيرة والصعوبات بتاعها. نتمنى أنهم يلتحقوا بنا الكل، لأنه كل واحد مكانته في قلوبنا قبل أرض تونس. عندنا نهار 25 إن شاء الله نتوجهوا القفصة، ومن هنا نعطي تحية كبيرة برشا إلى قفصة، لأنهم العام الفارط ملي دخلوا قفصة انطلقوا انطلاقة ما حسيتش، لأنها لا أدري
فيها سحر خاص للمبدعة مدينة قفصة. 26 27 دوز كذلك، ذاك الحلم مدينة الشعر. لا، وحلم عشناه العام الفارط مع دوز ومع مدينة دوز، ودخلنا الصحراء 30 كيلومتر وعملنا سهرية في الليل على ضوء الحطب ويعني والمصابيح البترولية وعشاء، وكان عملنا معناتها ايش باش تقول انت، عرس صحراوي في وسط ألف ليلة وليلة. 1000 ليلة وليلة بالفعل. ولكن كانت حاجة أخرى، أنها ذهاب الترعة الشاعرة المخادعة، تحية لها، كانت تحية لها كبيرة. كنت نخذلها وهي اللي ماخذة حذرها، وأنا يعني ماخذة راحتي. بعد قالت لي أنا كنت خايفة من الزواحف على الضوء يجيو. قلت لها يا ذبحة، وكان قلت لي من الأول أنا ما نقعدش أبدا. عندنا بعد 28 كان عشنا مدنين، 29 جربة، 30 صفاقس، و31 الاختتام بقرقنة. واللي من هنا تحية للجزيرة وللمجموعة اللي أنا 3 جمعيات لي، وعلى رأسهم الفنانة المسرحية رجاء علوش، لأنها بالفعل هي كانت سنة حاجة هي اللي اكتشفتها، وهي حسب البرنامج اللي حضروا فيه برنامج حلو برشا باش يكون. لا عاد ما نحرقش خليوه مفاجأة. ظاهر انه قافله متميزه سنين، ان شاء الله ظروف تكون متميزه ايضا، وتكون هذه الامسيات بالفعل تكون في مستوى طموحاتكم وامالكم. نعرف ان عندكم امال كبيره وعندك يعني الحب كبير فتحيه، وانه تنجح هذه التظاهره كل سنه ان شاء الله. النجاح نتاعي الوحيد اللي نعتبره نجاح وقت اللي نرى البسمة على أهالي الأماكن اللي احنا باش ندخلوا لها، وكما قالوا لي في قرقنا أنهم معناتها ما عندهمش أنشطة برشا ومعزولين معناتها ومرتبطين برشا بصفاقس، وينتظروا في هالملتقى هذا بفارغ الصبر. أنا بالنسبة لي أنا الجوائز نتاعي الكل ناخذها مك البسمات اللي يبداو مرتسمين على وجوه الأهالي. نعم فتحية، سأعود إليك بعد الاتصال بالشاعر محمد منير بعد شوية، لكن خلينا نتحدث احنا على الطفل وهذه مناسبة حتى انكم يكون هالتعاون بيناتكم، حتى انكم تقدموا أنشطة ثقافية لقرى الأطفال اللي هم الحقيقة في حاجة لهذا، سواء كان قرى الأطفال ولا حتى الجمعيات الأخرى اللي خاصة بالأطفال والمراكز الخاصة بالأطفال، الحقيقة لأنهم ما نحبوش يحسوا أنهم في عزلة، يعني في مركز أو في جمعية أو في أي إطار آخر وكأنهم هم مواطنين درجة ثانية. بالعكس، هم درجة أولى، هم مواطنين وعندهم نفس الحقوق، وعندهم يعني لابد أنهم يتمتعوا بكل ما يحصل في تونس. بالفعل. نعم. إيمان، الجمعية التونسية لقرى الأطفال بقمرت، خلينا نعطيو عليها فكرة الساعة وبعد نتحدثوا على النشاط بتاعها. باهي باش نعرف بالجمعية التونسية لقرى الأطفال. فما ناس ما يعرفوهاش يقولوا لي جمعية جديدة، كما توا كي دخلت فما شكون قال لي جمعية جديدة. لا، جمعيتنا تأسست سنة 1981 وهي جمعية خيرية ذات صبغة اجتماعية وعضو منخرط بالمنظمة العالمية لقرى الأطفال SOS. الأهداف الأساسية متاع الجمعية متاعنا هي حماية الأطفال فاقد السند العائلي والمهددين، وذلك بكفالتهم في نطاق قرى الأطفال SOS. عندنا 4 قرى، عندنا قرية قمرت، برشا عباد في تونس يعرفوا كان قرية قمرت. نعم معروفة هي SOS. عندنا قمرت، عندنا السليانة، عندنا قرية محرة، قرية في بحرس، وقرية في إيكودا. يعني جمعية تسهر على تربيتهم ورعايتهم إلى غاية الاندماج في المجتمع. يعني خلينا نفرقوا، يعني القرى الأطفال، قرية الأطفال هي تحتضن الأطفال اللي ما عندهمش عائلة بطبيعة. الجمعية شنو دور؟ يعني الجمعية باش نفسر لك نبسط لك، الجمعية عندها 4 قرى وعندها 52 منزل عائلي. تاخذ الأطفال هذوما وتحطهم يتربيوا في المنازل العائلية وتسهر على تربيتهم أم مهنية بيان سور، une mère SOS. وفما فريق، يعني فريق طبعا كامل في الجمعية يساعدها. فما البسيكولوج، فما في الإطار بتاع الإدارة إلى آخره. دونك يعني كما طفل في عائلته الطبيعية
الجمعية، يعني الصغير يمشي للمكتب، يمشي في عطل في الصيف وفي الشتاء إلى آخره، والجمعية يعني توفر لهم كل المستلزمات لحياة كريمة بيان سور. يعني العائل هذا المنزل العائلي يكون يعني يختاروا له عائلة يعيش عندها؟ لا، المنازل في القرى في القرية يكون منزل خاص بالأطفال، خاص كل منزل تلقى فيه أم وثمانية أطفال. 8 أطفال، والجمعية هي اللي تقوم يعني تعمل مساعدتها، يعني البريز شارج الكل للجمعية، فالكل ليه على خاطر عندنا دي باران فاميليو هما مؤسسات يساعدوا في البريزون شارج، يعني فما التكاليف والمصاريف 8000 دينار في السنة يساعدوا كل مؤسسة أو أي مؤسسة يعني تحب تساعدنا 8000 دينار في السنة تساعدنا في البريزون شارج. فما مساعدات، فما تفاعل من الناس؟ والله فما تفاعل، عنا في المجلة اللي عملناها واللي جيت على خاطرها، عنا دي باران فاميليو، عنا زاد يجونا دي دون اون ناتور، عنا دي دوناتور، عنا زاد مؤسسات تساعدتنا على بناء المنازل العائلية، عنا نخدموا زاد اون ريزو مع جمعيات أخرى، وعنا دي باران انديفيدوال وهما أشخاص عادين يتبرعوا ويقوموا زاد بالباريناج، يعني هي كفالة، نوع من الكفالة، يعني يساعدوا في البريزون شارج نتاع الطفل، يعطيونا 30 دينار في النهار ولا او بلوس كل عبد وكيفاش ينجم يساعد، يعني دينار في النهار هو الباريناج. وما فماش يعني شروط معينة، يعني أي إنسان ينجم يكون يعني يكفل أو يدفع التكاليف؟ ماذا بينا يعني اللي باش يقوم بالباريناج نتاع الطفل يكون يعني يعرف على شنو قادم، اش معناها، يعني الكفالة مش تجي شهر ولا شهرين وبعد تقص. ماذا بينا ناس يكونوا يحبوا الطفل ويساعدوه على المدى الطويل، يعني البريزون شارج يعني فماش شروط، حبيت نسأل، فماش شروط معينة؟ لا، أي شخص ينجم يساعدنا، يعني كسوسوا بار فيرمون بانكار، يحب يجي للجمعية يعطينا كل شهر يعطينا 30 دينار. أما لي باران انديفيدوال الأكثرية نتاعهم بار فيرمون بانكار. ما غير يعني يمدكم ربما بالتكاليف هذه والمصاريف من غير ما يقابلكم، يعني من خلال البريد. اي فما ناس تحب تعمل باريناج انونيم، تقول لك السهر الكل كيف وما نحبش يعني ناخذ يعني نقوم بالباريناج بتاع طفل معين. فما اللي يحب بيان سور يختار طفل معين، يختار. احنا ما نحبوش يختار خاطر اولادنا الكل كيف مي يقول لك نحب نعرف شكون الوليد اللي ولا البنيه اللي عامل لها باريناج. المهم فما تفاعل، والله فما تفاعل، فما برشا، فما توانسه مش برشا مي فما توانسه قاعدين يساعدوا فينا، ونحبوا احنا نطمحوا السنوات المقبله نزيدوا في العدد نتاع لي باران انديفيدوال. قداش تقريبا من يعني منزل عائلي ومن طفل؟ خلينا قبل المنزل. عندنا 52 منزل عائلي في الاربع قرى نتاعنا، وعندنا 10 فويي دو جون، يعني 10 مبيتات للشباب، البنات وحدهم والاولاد وحدهم بيان سور. علاج في سن 14 سنه نعملوا سيباراسيون ما بين البنات. نعم، هو اللي عندكم الاطفال من سن يعني من الى والله يقولوا من يجونا صغيرات عام 6 شهور حتى أقل، حتى نقولوا 23. أي وبعد يمشيوا دون دي زابيتاسيون انكادري، يقعد معهم ان إدوكاتور مؤطر. فما اللي تلقاه يبحث عن شغل، فما اللي تلقاه ستاج، فما اللي تلقاه مازال يقرا. فوالا دونك يعني الاطفال هذوما ومع المساعدات هذه. حبيت قبل نكملوا نحكي، ودعوه لكل من يسمع فينا انه ينجم، انه ماذا بينا انه اكثر عدد ممكن، انه لانهم الحقيقه في حاجه، ويعني حتى من ناحيه يعني ديننا وكل اللي دينار يظهر لي ماهيش حاجه يعني مش كبيره، حاجه كبيره، الناس الكل انه ننجموا حتى يساعدوا القرى هذه والجمعيه هذه. ونتصور برشا عباد يحبوا يساعدوا ما يعرفوش كيفاش يعملوا. كيفاش هو سهل برشا، يتصلوا بينا
على 71 919 911. وعندنا موقع متاعنا السيت انترنت متاعنا، وعندنا صفحة على الفيسبوك SOS Village d'Enfants باج اوفيسيال، ينجموا يدخلوا عليها ويبعثوا لنا ميساج ونجاوبوهم، ولا يجيو بحذانا في الإدارة متاعنا. نعم، نعاودوا الرقم لو سمحت. 71 919 911. هذا هو الرقم الخاص بهم، يمكن انكم تتصلوا بهم، واللي يحب يساعد الكل، واكيد انه برشا يحبوا يساعدوا كما قالت ايمان، وهذا يعني في مقدوركم الكل، ونعرفوا طبعا انه كل قدير وقدره كما نقولوا بالتونسي، ولكن 30 دينار يمكن نصرفوها في النهار في قهاوي وفي حاجات اخرى. نجموا انه لما نساعدوا الطفل يكون عندنا بالعكس رضا نفسي، حتى انه اجر عند ربي، يعني برشا حاجات نجموا. وسين كوست تري نوبل معناها، فهمت يعني اللي باش يساعد الطفل حاجه باهيه برشا. نعم صحيح. نمشيو للأنشطة الثقافية الخاصة بالجمعية هذه، وتحديدا المجلة. هو الحقيقة اللي شدني في المجلة علاش بالفرنسية إيمان؟ والله المرة هذه عملناها بالفرنسية، يمكن المرة الجاية نخمو نعملوها يعني باللغتين عربية وفرنسية حتى تتمكنوا الزوز. ما نعرفش سامح لو كان لاحظت الفريق اللي قام بكتابة المقالات هذه يعني صغير ياسر. فما السيدة يسرى الشيبي رئيسة الجمعية، فما المدير الوطني متاعنا سي كريم بن معيز، أنا ولعب دور الريداكتور شيف، وفما الأميرة الزواوي المسؤولة على الاتصال، فما مدام عفاف بوغزالة شنوفي هي الريسبونسابل على الباريناج انترناسيونال، والسيد منير الزيري هو الريسبونسابل الباريناج ناسيونال. يعني كما نقولوا احنا التمويل او اللي قام اللي قام يعني بالريداكسيون تاع المجله هذه هو ديبارتمون كوليك دو فون، يعني هو القسم اللي مسؤول على جمع تبرعات. به المجلة هذه أهم يعني المواضيع اللي تطرقوا فيها في المجلة هذه هي أول عدد. هو أول عدد مازلنا كي خرجناه ما عندوش حتى جمعة. فيه 12 ورقة إن شاء الله نكبروا فيها إن شاء الله نلقاو فيها العربي والملاحة الإنجليزية إن شاء الله. علاش لا إن شاء الله. دونك فيها بريزنتاسيون تاع الجمعية متاعنا، ثم كم احنا تابعين منظمة عالمية عملنا فقرة صغيرة على المنظمة العالمية اللي تابعينها، ثم عملنا يعني هنا حكينا على برنامج دعم الأسرة، خاطر في كل قرية عنا برنامج دعم الأسرة، هو برنامج يعنى بأطفال مش في القرى متاعنا، خارج القرى متاعنا في عائلاتهم الطبيعية، يعاون العائلات باش يعني تلقى موارد رزق، فهمت، وتكون يعني اوتونوم، ما تكونش يعني ذاتيه تكون. فوالا. دونك هنا فما تعريف بقريه قمرت وبمختلف الانشطه الثقافيه والرياضيه والى اخره اللي قامت بها خلال سنه 2012. كيف بالنسبه لقريه سليانه، قريه محرص، وقريه ايكودا. ثم هنا عندنا دي تيمونياج، عندنا تيمونياج دون مير SOS، شهاده لأم وشهاده دي طفل، مش طفل شاب، البنية كانت في الجمعية وتوا تبارك الله مستقلة تخدم في مؤسسة كبيرة ويعني الحمد لله. يعني اللي موجودين في الجمعية هذه وفي القرى هذه تتم العناية بهم، وبعد عندهم مستقبل يعني سواء كان في سوق الشغل أو في التعليم أو غيره. والله يعني فما متابعة الحمد لله. يعني احنا عنا شباب ناجحين، عنا هذه البنية اللي عملت الشهادة ناجحة تبارك الله عليها. عنا ديجا زاد عنا شباب اخرين في الخارج يزاولوا دراستهم بالخارج، عنا في الصين، عنا في ألمانيا، عنا في فرنسا. وتكاليف هذه متاع الدراسة في الخارج على الجمعية وعلى الناس اللي تتبرع؟ والله فعلى الجمعية الوطنية لا، حتى الجمعية العالمية زادت تساعدهم. إيمان نسمعوا احنا نغم ثم نواصلوا معاكم على الكاتبة فتحية الهاشمي، ونحاولوا يكونوا معنا سي محمد منير بعد شوية. عارفة مش عارف ليه متونس بيكي وكأن
دمي على راحتي معاكي وكأنك أمي. عارفة مش عارف ليه متونس بيكي وكأنك من دمي على راحتي معاكي وكأنك أمي. مش عارف ليه. عارفة حاسس إني الأول مرة بشوفك وإني بشوفك من أول لحظة في عمري. حاسس إني الأول مرة بشوفك وإني بشوفك من أول لحظة في عمري. حاسس إني أمامك تشرف لك ذوبك. حاسس إني أمامك تشرف لك ذوبك وإنك شجرة وظلة ومية بتجري. مش عارف ليه مش عارف ليه متونس بيكي وكأنك من دمي على راحتي معاكي وكأنك أمي. مش عارف ليه. عارفة فرحة كبيرة وصوت مزيكا في قلبي وكأننا حابين نتقابلوا بعد فراق. فرحة كبيرة وصوت مزيكا في قلبي وكأننا حابين نتقابلوا بعد فراق. ليه فجأة بقيت مستني لوحدي؟ ليه بتكلم واحكيلك واشكيلك همي؟ مش عارف ليه مش عارف ليه متونس بيكي وكأنك من دمي على راحتي معاكي وكأنك أمي. مش عارف ليه وأنا وياكي بحس الدنيا سلام وأمان وإن العالم ما فيهوش ولا نقطة أحزان. وأنا وياكي بحس الدنيا سلام وأمان وإن العالم ما فيهوش ولا نقطة أحزان. إيدك خليها في إيدي أنا طفل كبير. إيدك خليها في إيدي ده أنا طفل كبير وبحس إن أنا وإنت لوحدينا ونكون بستان. مش عارف ليه متونس بيكي وكأنك من دمي على راحتي معاكي وكأنك أمي. مش عارف ليه. علي الحجر في عارفة نغم من أغانيه القديمة. تحية ليكم الكل. واللي هنا يتحدث على حبيبته لكن هو في الحقيقة يتحدث على الوطن. وتحية لكل أوطاننا العربية. ومعنا مباشرة من المغرب الشاعر والرسام والمبدع محمد منير. مساء الخير. مساء الخير أختي. مساء الخير. تحية ليك وتحية لكل المبدعين المثقفين في المغرب. وتحية لكم كذلك في تونس الشقيقة. مرحبا بك أستاذ. معنا الكاتبة والروائية فتحية الهاشمي. كنا نتحدث منذ قليل على تظاهرة قافلة المحبة 3. طبعا 3 يعني هذا العدد الثالث من هذه القافلة وسنة حميدة كما قالت فتحية إن شاء الله مش تكون موجودة في تونس. شكرا أختي. ألو نحن في الاستماع. تفضل. يعني كنا تحدثنا منذ قليل مع الكاتبة فتحية الهاشمي. يعني تحدثنا انه الفكرة اساسا كانت فكرتك انت والمبدعة فتحية الهاشمي. بالفعل هي كانت القافلة المحبة هي
فكره بيني وبين الروائيه فتح الهاشمي. بعد الاحداث التي عرفتها تونس الاخيره كنا نفكر ان ننمى المثقفين والمبدعين خصوصا المغاربيين، وكانت الفكره الاولى القافله الاولى كانت تحت عنوان هزاجة ذاكره الشعب، وكانت تلك القافله جابت ربوع تونس بعد الثوره. نعم. وكبرت هذه الفكره الى ان صارت في الدوره الثانيه قافله عربيه ضمت مجموعه من المبدعين من الاقطار العربيه، من فلسطين، من العراق، من السعوديه، من الجزائر، وهي الان تطفي شمعتها ان شاء الله في هذا الشهر الثالثه. وسنحاول ان شاء الله ان هذه القافله انها ستستمر وستكون ان شاء الله ملفتة على مجموعه من الاقطار العربيه ان شاء الله. وهي رغم العراقيل ورغم الضغوطات ورغم الامكانات التي نتخبط فيها نحن على الطريق ان شاء الله، سوف نحقق هذه القافله ان شاء الله. لابد يعني من الصعوبات والعراقيل هذه، لانه هي اللي تكون حافز ودافع علينا انه نتقدموا، انه نواصلوا في اللي نحلموا به. استاذ بطبيعه الحال نحن نقول لا للعراقيل، نحن بقوتنا ومحبتنا سوف نحقق ما لم يحققه تحققه الحكومات. نعم. هذه القافله هي قافله مبادره من اشخاص معينين وبمجهودات ذاتيه، انما اقول كلها ذاتيه وبتنسيقات مع مجموعه من الاطارات الجمعويه لا في تونس الشقيقه. نعم. دائما نجد في المدن، لا في دوز ولا في سيدي بوزيد ولا في قفصه ولا في سبيطله، دائما كنا نلقى الاخوه انهم يستقبلوننا بكل ما يملكون من القوة. نعم. في الختام معك أستاذ محمد منير، يعني أهمية مثل هذه التظاهرات الثقافية بالنسبة للثقافة عموما في الوطن العربي، خاصة في هذه الوضعية الصعبة ربما التي يعيشها الوطن العربي وتعيشها الثقافة عموما. بطبيعة الحال أن دور المثقف آن له أن يتكلم، المثقف آن له أن يبصم بصمته في ظفر الظروف السياسية والاقتصادية التي يعيشها الوطن العربي. نعم. في قافلة المحبة ندعو أولا بأساس أن عنواننا هو المحبة، وبالتالي أن يكون للمثقف دور كبير في تمرير مجموعة من الخطابات ومجموعة من السلوكيات التي علينا أن نأخذ بها باعتبارنا، لأن القافلة المحبة تعرف أولا بمثقفينا، لأن نحن كنا نعيش حصارا. المثقف التونسي كان غير منفتح على المثقف المغربي، والمغربي كذلك، والجزائري والليبي. نحن الآن علينا أن نكسر تلك الحدود الثقافية، أن تكون تعاملا وتنسيقا. وإن شاء الله القافلة كما قلت الأخت الفتحية أن القافلة الرابعة سوف تكون شبابية 100% إن شاء الله. نعم. وهذه دعوة أيضا أو طلب يجينا من الشبكة الاجتماعية فيسبوك، يعني مبدع جزائري هو أيضا يطلب أنه هذه قافلة المحبة تزورهم أيضا في الجزائر. إن شاء الله لأن سوف إن شاء الله القافلة الرابعة إن شاء الله كما نناقش أنا والأخت فتحية الهاشمي في إطار الرابطة للإبداع للفنون والإبداع وكذلك مدارات المغرب، أن تكون إن شاء الله القافلة الرابعة مغاربية، ولما لا نحن نطمح أن نخلق إطارا مغاربيا ثقافيا. نعم. شكرا لك الشاعر المبدع محمد منير، تحية من خلالك لكل الشعراء ولكل المبدعين ولكل يعني الشعب المغربي الشقيق، وإن شاء الله نلتقي في أواخر هذا الشهر في قافلة المحبة إن شاء الله. سوف نكون في الموعد إن شاء الله. إن شاء الله. مرحبا بك. أيضا حبيت تحية للشاعر التونسي المقيم بفرنسا الشاعر كمال بوعجيلة، تحية ليك وشكرا ليك. تحية ليه من عندي زيادة كمال. تحية لي اللي هو يسمع فينا، أيضا مواطن تونسي مهندس تونسي مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية يسمع فينا، نقول له تحية ليك وشكرا ليك ويهديكم كل أغاني الحصة ويهدي الشعب التونسي، ونقول له إن شاء الله عودة إن شاء الله لتونس، ومرحبا بك دائما في الاستماع لينا. وتحية لزميلتي في إذاعة قفصة هنية عزيزة اللي تسمع فينا أيضا، شكرا لكم بالتوفيق لكم. أيضا سي منير المنستيري أيضا مدير دار الثقافة بالوردانين، شكرا لك على التشجيع. احنا 4 دقائق مزاد في عمر هذا البرنامج. إيمان كلمة أخيرة، احنا باش نواصلوا إن شاء الله في كل نشاط إنه باش تكونوا معنا. القرية حبيت فقط تكمل تعطينا فكرة عن النشاط الثقافي. والله حبيت نشكر، ما نعرفش نجم نذكر اسم البنكة اللي ساعدتنا على
على هو نوع من الإشهار لكن مش التشجيع مشكلة. بقية هما البنوك. لأنه نحبوا احنا القطاع الخاص يشجع الحاجات هذه، الأنشطة الاجتماعية والثقافية. نشكروا لو بي سي اللي قامت يعني خذت لا سبونسوريزي دعمت المجلة هذه. يعني المجلة هذه موجودة تنجم تتباع يعني ان فيت. لا، المجلة هذه الببليك نتاعها ولا السيبل نتاعها اكطوالمون هما الاصدقاء اس او اس اللي هما لي باران فاميليو لي باران انديفيدوال. لكن احنا نتمنوا انه المجلة هذه ياخذوها الناس الكل باش يعرفوا الأنشطة اللي في القرى هذه، ماذا بينا هو باش حتى يدخلوا لكم شوية فلوس. هو العدد الأول، وإن شاء الله يا ربي يعني نعملوا أعداد أخرى وتكون عادة، وإن شاء الله تكون فما كتابات للأطفال والشباب اللي موجودين في الاس او اس، ماذا بينا لأن وقتها تولي شاملة بالحق. ولما لا أيضا مبدعين كتبوا للأطفال، مثلا كاتبات وكاتبين يعني وكتاب وشعراء. أنك تكتب لما لا نلقاو مجموعة من القصص، مجموعة من القصائد الخاصة بالطفل موجودة في المجلة. كل من يريد أنه يحب يساهم تطوعا بطبيعة الحال ينجم. تطوعا. فتحية إن شاء الله بالتوفيق ليك في القافلة. إن شاء الله احنا لما تقرب القافلة شوية نستدعوا ضيوفك في هذه القافلة حتى يكونوا معنا في المباشر. احنا بطبيعتنا نهار 19 إن شاء الله باش نعمل ندوة صحفية تخص يعني القافلة 10 متاع الصباح في العاشورية. هاي دعوة مفتوحة معناتها الكل اللي باش يتسائل ولا باش يحاصر ولا باش يساكس مرحبا بيه. مرحبا. وعندنا نهار 12 السبت هذا يعني ما 3 متاع العشية إن شاء الله إخوة من العراق. هذه دعوة لكل المبدعين باش يكونوا معنا سرب حمام من بغداد إلى تونس يتواجدوا معنا بالعاشورية. ومن تونس إلى بغداد أيضا ألف تحية. إيمان لابد أنك تكون حاضر إن شاء الله. وماذا بينا تجيب حذانا؟ لا هذاك وعد وعلى المباشر إن شاء الله باش نكونوا أنا والمجموعة المبدعين اللي معايا ونادي بانوراما المدينة بقدرة ربي باش نكونوا عندكم في القرية. مرحبا بكم. شكرا لك إيمان العيجة. تحية بلغ تحياتنا لكل القائمين على هذه القرى ولكل الأمهات خاصة والأطفال. شكرا لك فتحية الهاشمي. بعد قليل زميلتي حنان الفرجاني في مجلس حول المجلس موعدكم اليومي مع هذا البرنامج، وزميلتي فاطمة رزقي تعطيكم موجز الأخبار. نترككم بألف خير مع أجمل تحياتي محمد التركي سيف الدين الكافي من أمام الميكروفون سماح قزالة. إلى اللقاء في موعد قادم. لقاء الأصيل. لقاء الأصيل مجلة يومية على موجات إذاعة تونس الثقافية.